احلى فطار ممكن تعمليه ومش هياخد منك اي وقت خالص. هنعمل بانيه تحفة مشوي كده على الجريل من فوق، خطير ودايب قوي. هنعمل معاه كده صينية مكرونة بشاميل دايبة كده وخطيرة، وهنعمل معاه عصير قمر قوي ما بنستغناش عنه في رمضان. احلى فطار ممكن تعمليه معايا لفة قمر الدين كده، في طبعا بالمشمش، في بالمانجا، في بالجوافة. تختاري النوع اللي انتي حباه او الطعم اللي انتي حباه، بس طبعا بالمشمش لا غنى عنه في رمضان. هناخد اللفة بتاعتنا كده ونقطعها بايدينا او بالمقص عادي بالطريقة اللي انتي حباها. احنا بس بنقطعها عشان لما نحط عليها المية يفك معانا بكل سهولة. وفي الوقت ده انا مشغلة الكتل، عايزة فيه مية سخنة كده، لازم مية سخنة طبعا انزلها عليه عشان يفك معانا بكل سهولة. هعمل نص اللفة بتاعتي كده، اقطعها قطع بالشكل ده، وبعدين هجهز معايا 3 كوبايات من المية السخنة للكمية بتاعتي دي. هحطها عليها كده واقلبها بالمعلقة تقلبتين كده، وبعدين اغطيها بالصينية بتاعتي واسيبها حوالي ربع ساعة كده يفك مع بعض. وبعد ربع ساعة كده زي ما انتم شايفين حتى لسه البخار طالع من المية، هنزل بيها بالخلاط واحط كمية السكر المناسبة واضربها كده ضربتين حلوين كده لحد ما كله يختلط في بعضه، واتاكد ان القمر الدين بتاعي كله انضرب كويس في الخلاط. وبعدين هنزل بيه كده في الشفشق بتاعي، وبعدين ادخله اسيبه يبرد، وبعدين ادخله التلاجة. بعد كده هعمل عصاج اللحمه بتاعي في طاسه كده، احط فيها معلقتين سمنه بلدي كده حلوين، وممكن نستكفى بدهون اللحمه، بس انا بحب احط كده معلقه سمنه بتخلي طعم العصاج بتاعي في حته تانية خالص. وبالمعلقه والاسباتيوله بتاعتي كده افكك اللحمه بتاعتي عشان ما تتماسكش وتبقى قطعة واحدة كده، ومش هعرف افككها كده بعد ما تستوي. هفضل اقلب فيها كده، وطبعا على نار عالية عشان تنزل كل الدهون اللي فيها. وبعد ما اخدت لون هحط معلقة من الفلفل الاسود والكمون والملح وتوابل اللحمة ورشة بسيطة من الكمون ورشة بسيطة كده من القرفة، وهتنقل طعم اللحمة في حتة تانية خالص. وطبعا الملح بتاعنا الكمية المناسبة. وبعدين ضربت 3 بصلات كده في الكبة تقطيع صغير بالشكل ده، واسيبهم كده يستووا مع بعضهم. واول ما البصلة كده تستوي مع اللحمة هنزل كده بطماطمتين كده ضربهم في الكبة، وهحط عليهم معلقة بابريكا كده واسيبهم يستووا مع بعض. والعصاج بتاعنا مش بياخد اي وقت خالص كده، بيبقى جوسي كده شوية. بعد كده ندخل على البشاميل بتاعي. هنزل كده بمعلقتين من السمنة البلدي الحلوين عليهم كده. انا هحط كيلو ونص لبن، هحط عليهم كده 4 معالق او 5 معالق كده من الدقيق، وهحمرهم كويس في السمنة لحد ما السمنة والدقيق يتحمروا مع بعض كده. وبعدين اللبن عشان تاخدي بشاميل كويس، اللبن ما يكونش ساقع، اللبن يكون بدرجة حرارة الغرفة. وهسيبهم كده يستووا مع بعضهم واللبن يغلي معانا، وما نضيفش اي حاجة الا لما اللبن بتاعنا يغلي. اول ما اللبن بتاعنا غلي كويس كده وبدأ يتكتل، هقوم جايبه المضرب بتاعي بالشكل ده، وهبدأ كده افك كل الدقيق مع اللبن، واحط الملح بتاعي، واحط معلقة من الفلفل الاسود صغيرة، واحط معاها مرقة دجاج كده بتنقل طعم البشاميل في حتة تانية خالص. ده القوام التقيل او المظبوط اللي انا عايزاه للبشاميل بتاعي. واحط معلقتين كده من الجبنة الموتزاريلا حلوين قوي، بيكونوا مناسبين جدا في الوقت ده. وهنزل كده بمرقة الدجاج بتاعتي على البشاميل بتاعي، بتنقل طعمه في حتة تانية خالص، وهو ده القوام المطلوب اللي انا عايزاه. وبعد كده مية بتغلي على النار هحط فيها ملح كده، معلقتين ملح. وهنزل بكيس المكرونة، في كيلو كده مكرونة من المكرونة القلم اللي هي بتاعت المكرونة البشاميل. واول ما استوت كده هنزل ابدأ اجهز الصينية بتاعتي. في الصينية كده احط معلقة سمنة، وبعدين انزل بمعلقتين من البشاميل، واحط واسلق المكرونه اخر حاجه عشان ما تمسكش مني كده وتكون مفلفله وحلوه. هنزل بالكميه المناسبه اول طبقه كده، وبعدين انزل عليها بصوص البشاميل بتاعي اللي انا عملته. نغرقها بشاميل كده، انا عايزاها تكون جوسي كده ومليانه بشاميل. احلى صينيه بشاميل ممكن تعمليها، مش هتاخد منك اي وقت خالص. انا الفطار ده بادئه فيه العصر، يعني هي مش هياخد منك اي وقت خالص. ترتبي افكارك وتظبطي دنيتك، مش هياخد منك اي وقت خالص. وهنزل بالنص كيلو لحمه مفرومه اللي انا عاملاه. زي ما انتم شايفين النص كيلو بيبقى مناسب جدا على كيلو المكرونه بتاعي. وزي ما انتم شايفين الصينيه كلها مليانه لحمه، مش ان هي ما فيهاش، لا فيها حلو
ومليانة وحلوة قوي. هنزل كده باللحمة بتاعتي واظبطها كده عشان تبقى مالية الصينية بتاعتي بالشكل ده، ما تبقاش فيها حتة لحمة وحتة ما فيهاش، لازم تكون فيها كلها. واحط كده معلقتين من صوص البشاميل تاني، بيخلي طعم المكرونة في حتة تانية خالص. وانزل بقى بكمية المكرونة بتاعتي المناسبة كده وافردها زي ما انتم شايفين. المكرونة مش معجنة خالص وحلوة ومفلفلة وجميلة. ونعملها اخر حاجة، نعمل عصاج الاول وبعدين البشاميل وبعدين المكرونة اخر حاجة. طبعا كل ما تستخدمي نوع كويس في المكرونة كل ما اداكي نتيجة افضل. وبعد كده بقى انزل بصوص البشاميل بتاعي. هبدأ كده انزل كل البشاميل بتاعي، وطبعا بنسيب كمية كبيرة عشان نحطها على الوش كده، عشان البشاميل بتاعي المكرونة بتاعتي تبقى جوسي كده ومليانة بشاميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحطها كده بقى، اظبط كل البشاميل بتاعي واظبط الصينيه. وفي الوقت ده بكون مشغله الفرن على درجه حراره 200. اول ما طبعا الفرن بيسخن كده بدخل الصينيه بتاعتي واحط على وشها كده من فوق رشتين جبنه موتزاريلا او ميكس بقى شيدر رومي موتزاريلا كده، بتديها طعم وشكل حلو قوي ولون خطير من فوق كده. هدخلها الفرن بقى، مش هتكمل بالظبط تلت ساعه كل حاجه مستويه. في طاسه كده تانية على النار احط فيها معلقتين سمنه بلدي ومعلقه زيت كده، ومعايا نص كيلو هنحط التوابل الاول. معايا معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسود، معلقه توابل فراخ، معلقه كمون، معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه ملح صغيره، توم باودر، بصل باودر، كل التوابل اللي احنا بنحبها. مرق الدجاج بتنقل طعم. اشوح التوابل مع السمنة دي كويس. وبعدين معايا نص كيلو بانيه، انا كنت جايباه عشان اعمله جنب المكرونه البشاميل كده بقسماط عادي واقليه. لا قلت لا انا هعمله بالطريقه دي. هيبقى طعمه خطير وحلو قوي، كأنك شويه بجد. طعمه خطير وريحته خطيره وصحي طبعا، بعيد عن بقى الزيت والمقليات والكلام ده. فهو صحي قوي وطعمه خطير قوي بالطريقه دي. هقلبه كده على الجنبين، واول ما يبدأ يستوي يقرب على السوا املحه. مش بياخد ربع ساعة على النار، بغطي بس عليه كويس جدا يعني بنكتم البخار فبيستوي من غير بقى مية ومن غير اي حاجة. في الاخر كده احط له معلقة صويا صوص كده عشان تديله لون وريحة وطعم كأنك شوياه بره او على الفحم كده. فهو طعمه خطير قوي. جربوا الطريقة دي في البانيه خطير. او طلعت المكرونة بتاعتي هسيبها بقى تبرد كده، وطلعت البانيه بتاعي وجهزت كده طبق فيه بقدونس كده او اي نوع خضره بتحبيه. وهبدا بقى ارص عليه البانيه بتاعي. البانيه بتاعي خطير وريحته وطعمه في حته تانية. نص كيلو بانيه هيظبط لك الدنيا قوي مع الاكله الحلوه دي. وهنزل عليه بالصوص القمر بتاعه ده اللي نازل منه خطير وطعمه حلو قوي. ما عملت سلطه كده وطبق مخلل. وهبدا المكرونه بتاعتي اقطعها كده. خلاص المغرب فاضل عليه بالظبط يجي 10 دقايق، فقلت افرغ كده عشان تلحق تبرد كده ونعرف نفطر منها. بالسكينة بتاعتي كده وبقطع. هي نوعا ما متماسكة شوية لان سبتها ترتاح حوالي 5 دقايق، فهي نوعا ما متماسكة كويس. هنفرغ كده. زي ما انتم شايفين المكرونة مش لازقة خالص في الصينية بتاعتي، مفلفلة وجوسي وجميلة. احلى مكرونة بشاميل اللي ممكن تعمليها، ولو مبتدئة هتبقى تحفة قوي. والعصير بتاعنا طبعا سقعناه في التلاجة وطعمه خطير ولونه حلو قوي بدون اي اضافات او نكهات اضافية. هو طعمه حلو قوي كده. احلى فطار ممكن تعملوه، مش هياخد منكم اي وقت ولا اي حاجه خالص، بتكات بسيطه. لو اول مره بتعملي مكرونه بشاميل هتعمليها وهتطلع حلوه معاكي. البانيه مش هياخد منك اي وقت خالص. احلى فطار ممكن تعمليه وعلى سفرتك هتحطيه.